السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام داخل الوطن خارج الوطن والعالم العربي. ان شاء الله اليوم عندنا وصفة ديال كيك عسل او كيكاني روسي. معروف هذا الكيك هذا في روسيا بزاف. ان شاء الله غنوريكم الطريقة ديالو مبسطة وسهلة باش تصوبوها في البيت ديالكم او في العمل ديالكم، يعني كتجي سهلة جدا. ما تنساوش ديروا القناة الاشتراك وتفعيل الجرس وتشاركوا مع الاصدقاء ديالكم باش يوصلكم كل جديد، لان بصراحة حنايا كنحاولوا نقدموا لكم وصفات سهلة وما كنلقاوش واحد عدد المشاهدة او المشاركة يعني قليل بزاف، كنلقاو الدعم يعني قليل بزاف، يعني كيشكل واحد الاحباط ما كيخليش تستمر. نتمنوا انكم تشاركوا القناة مع الاصدقاء ديالكم كاملين. على بركة الله غادي نقدم لكم الوصفة ديال كيك العسل. اول شيء نقدم لكم البسكوي ديالو ونولي نقدم لكم الكريمة باش كيعمر كيك العسل. طريقة سهلة جدا. على بركة الله نقدم لكم 3 ديال البيضات، واحد 80 غرام ديال العسل، اي نوع من العسل. عندنا فينا واحد 150 غرام ديال السكر خشن، عندنا واحد 100 غرام ديال الزبده، 450 غرام ديال الطحين الدقيق، واحد نص معلقه ديال كربونات الصودا كما كتشوفوا متواجده. نديروا واحد نص معلقه صغيره. على بركه الله كنجيب واحد الباتينه خاويه عندي، كنزلت البيضات ديالي، كنضيف لهم 150 غرام السكر، كنحركهم واحد شويه بالبابور ديالي كما كتشوفوا معايا. نخليهم يدوروا واحد شويه، غير يطلعوا واحد شويه كما كتشوفوا. كنخليه يطلع بهاد الطريقه هذه شويه ماشي بزاف. كنضيف الزبده ديالي، كنضيف العسل ديالي، وكنجيب حمام مريم باش نخليهم يذوبوا. كما كتشوفوا كنجيب حمام مريم ديالنا كنخليوه يذوب باش نحركوه واحد شويه. كما كتشوفوا كنحاول باش كلشي يذوب عندي. نضيفوا واحد المعلقه ديال كربونات الصودا. شوفوا كما كتشوفوا من بعد ما داب عندنا كنضيفوا الدقيق ديالنا شويه بشويه. كنهبطوهم نحيدوهم من فوق الغاز، كنحركوهم بشويه، نجيبو واحد شويه الطحين بحال هكايا باش نحيدوه. غادي نقسموه على 8 ديال الطروفه ديالنا ونخليوه يرتاح واحد شويه. كما كتشوفوا تقريبا كتجينا كل حبه فيها واحد 120 غرام، نقسموه على 8. نقسموه على 8 ونخليوه يرتاح واحد 10 دقائق. خليوه يرتاح. من بعد ما خليت العجينه ديالي كترتاح كنمشي ندير الماكريم ديالي باش نخدم بها. واحد 240 غرام ديال الكريم سائله كما كتشوفوا عندي. كنحتاج واحد 190 غرام ديال السكر بودر او سكر كلاصيك، كنخليهم يطلعوا بجوج.
كنحتاجو هاد القشطه كما كتشوفوا راه باسور كريم، كنحتاجو 520 غرام، يعني 3 العلب الا شويه. المهم الطريقه هذه كما كتشوفوا قشطه كريم المراعي. تقريبا كنحتاجو 520 غرام كما كتشوفوا. بحال الطريقه هذه كنحتاجو فيها، يعني المهم كيتواجد في السوق ديالكم. كندخلو الثلاجه ديالنا يبرد. دابا غادي نطلقوا البسكويت ديالنا. نديرو على شكل دائري. هادو كنخلي الزيت كنديرها في الصينيه ديالي. نفس الطريقه كنمشيو دابا كنديرها على الارض، حيت واخا ما ساعدتنيش، واخا ما كتساعد بزاف. نفس الطريقه نديرو لهم كاملين حتى غادي نخلصهم بالطريقه. دائما كنحتفظوا على هادو. تقدروا تخدموها بالمول اللي بغيتو، الطريقه اللي بغيتو. كما كتشوفوا دائما كنكملوهم كاملين. حاولوا ما تكثروش الدقيق. نكملوهم كاملين بهذه الطريقه كما كتشوف. هادو اللي شاطولنا تا هما كندخلو معاهم الفران بهذه الطريقه. هادو كندوز عليهم ضروري، كندير لهم كلهم بهذه الطريقه فروسيت. دابا نحاول ندخلهم لدرجه الحراره 170 7 دقائق 300 دقائق. الا كيرجع اللون ديالهم ذهبي كنخرجوهم. دابا دخلناهم واحد 7 دقائق. 7 دقائق غادي نفتحوا عليه الفرن ديالنا. الثلاجه من بعد ما خرجنا كلشي وبرد عندنا البسكوت ديالنا. انا بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا كنحط فوق البسكوت الثاني. عاوتاني نفس الطريقه. كنجيبو البسكويت الثالث ديالنا، عاوتاني تا هو نفس الطريقه. كنمشيو بهذه الطريقه حتى تنساليوه كامل. هو الاخير كنحاول باش نختار بلا كريم ديالنا. خليها تبرد.
من بعد غادي البسكويت اللي الشو كنشاط ليه هو غادي نطحنو باش غادي نفيني به. شوفوا نحيد لها المول ديالها ونحاول نقادها من الجناب باش ندخلها. كما كتشوفوا ندخلها تبرد دابا شويه وغادي نفينيها. ما بردت عندنا واحد شويه غنولي ندير لها هاد البسكوي هذا باش ندخلها تبرد مزيان ليله كامله، وفي الصباح نقطعها ونقدمها للضيوف ديالنا. كما كتشوفوا حاولوا ديروا بهذه الطريقه هذه، ديروا البسكوت ديالكم تكملوها كامله. في الاخير كنحاول نقادها بالسباتيل ديالي بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا كميله او 4 ساعات على الاقل باش كنقطعها. خليناها ليله كامله بردات، دابا كنحيدوها نحطها في المونطيل ديالي وكنقطعها. كما كتشوفوا دابا نقطعها. شوفوا كتجي رائعة جدا. وهذا هو الشكل الاخير كيجي رائع جدا. ما تنساوش ديروا القناة اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.